السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا عملنا لكم تقييم على الوحدة الاولى، تقييم زي اختبار كده على الوحدة الاولى. الاختبار ده زي طريقة الامتحان بالظبط عشان تتعود على طريقة الامتحان، بس امتحان مصغر شوية يعني على الوحدة الاولى فقط، بس طريقة الاسئلة بنفس طريقة الامتحان، واول سؤال بيجيلك ازاي، وهنعرفكم دلوقتي النظام عامل ازاي. طب بالنسبة طبعا اللي معاه لازم هتلاقي معاك التقييم ده. التقييم ده انت مفروض تحله وتجاوب عليه من نفسك، وعايزاك بعد كده احنا كأن مثلا ماما معاك في البيت تبدأ تصحح ليك الامتحان ده، وتشوف مثلا ان الامتحان صح، طب عندي كام غلطة، وتدي لك درجة على الامتحان ده عشان تقدر تقيم مستواك في الوحدة الأولى. وعايزة التقييم ده ما يتحلش إلا بعد ما أكون مذاكر الوحدة الأولى كويس جدا جدا. أبدأ أكون سواء اللي عندنا زي ما قلت لكم اللي معاه الملازم أو اللي مش معاه الملازم هيشوف الأسئلة دي ممكن عايز يكتبها، أو اللي معاه الملازم هتلاقيها في صفحة 13 يبدأ يحل التقييم ده، ونبدأ ندي عليه درجة علشان نشوف مستوانا عامل ازاي. طب بالنسبة طبعا أنا كده خلصت شرح الوحدة الأولى كلها. طبعا الوحدة الأولى هسيب لكم كل اللينكات بتاعة الوحدة الأولى سواء شرح أو تدريبات كل درس في التعليقات عشان اللي بيتابعنا لأول مرة. طب تعالوا كده مع بعض احنا هنحل معاكم التقييم، وعايزاك انت تحل التقييم الأول وبعد كده تراجع الإجابة منين من التقييم ده. طب نبدأ كده عندنا بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقولك بيجيلك خريطة، يبقى أول حاجة في الامتحان بيجيلك خريطة. الخريطة المقابلة بيجيلك خريطة بيقولك ثم أجب. اكتب عنوان الخريطة المقابلة. بص على الخريطة اللي قدامك دي وطلع لي عنوان الخريطة. طب كده تعالى نبص على الخريطة، عنوانها ايه؟ خريطة جمهورية مصر العربية. يبقى ما اجي اقول لك ايه هي عنوان الخريطة هنا، هتقول لي خريطة جمهورية مصر العربية. طب رقم 2، ضع دائرة حول مفتاح الخريطة. بص على الخريطة ودور على المفتاح وحط عليه دايرة. اهو انا دورت على اهو وحطيت عليه دايرة، يبقى دي اسمها مفتاح الخريطة. طب رقم 3، اكتب العنصر المفقود في الخريطة المقابلة. يعني ايه العنصر المفقود؟ يعني العنصر اللي مش موجود على الخريطة. طبعا احنا عندنا 4 عناصر، في عنصر مش هتلاقيه موجود على الخريطة. طب دوروا كده معايا ايه العنصر اللي مش هنلاقيه على الخريطة؟ طبعا وردة البوصلة هي اللي مش موجودة على الخريطة. يبقى دي اول سؤال عندنا. طبعا السؤال الثاني يلا نبدأ في حله. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. 1، يستخدم الطيار الخريطة في تحديد مسار الرحلات. طبعا العبارة هنا صواب. 2، المصادر الأولية أكثر دقة من المصادر الثانوية. طبعا العبارة صواب. 3، يوجد اتجاه الغرب على يمينك عند مواجهة الشمس صباحا. طبعا العبارة هنا خطأ، لأن المفروض ايه الاتجاه اللي بيكون على يمينك عند مواجهة الشمس؟ اتجاه الجنوب. طب رقم 4، يقتصر استخدام الخرائط على مهندسي الطرق. أول ما تلاقي كلمة يقتصر على طول تلاقي العبارة خطأ. ليه؟ لأن بقول لك استخدام الخرائط ده بيقتصر على مهندسي الطرق فقط. كلمة يقتصر يعني فقط، طبعا العبارة خطأ لأن في أشخاص كتير بيستخدموا الخريطة غير مهندسي الطرق. طب رقم 5، يقع اتجاه الشمال الغربي بين الغرب والشرق. طبعا العبارة خطأ لأن اتجاه الشمال الغربي بيقع ما بين الشمال والغرب. طب 6، تطبيق الجي بي اس من الوسائل الحديثة لتحديد المواقع. طبعا العبارة صواب. طب رقم 7، يصعب قراءة الخريطة بدون مقياس الرسم. طبعا العبارة صواب، مش هينفع اقرا الخريطة ولو هي الخريطة ما فيهاش مقياس رسم، فالعبارة هنا صواب. طب السؤال الثالث، اكمل العبارات التالية بكلمة مناسبة. يستخدم التلميذ الخريطة في ايه؟ التلميذ هيستخدم الخريطة في ايه؟ في المذاكرة. طب رقم 2، رسم مصغر يوضح سطح الارض او جزء منه باستخدام الرموز والالوان. العبارة دي بتشير اليه، هو جايب لك التعريف نفسه، عايز المصطلح. ايه هي المصطلح ده؟ رسم مصغر. دي تعريف ايه؟ بتعريف الخريطة. طب السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أحد أهم إنجازات العالم الإدريسي. بيقول لك رسم الخرائط ولا اختراع الجي بي اس ولا تطوير الاسترلاب ولا اختراع البوصلة. طبعا هنختار رسم الخرائط. طب رقم 2، يشير النجم القطبي إلى جهة الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب. هنختار الشمال. طب رقم 3، العنصر المستخدم في شرح الرموز على الخريطة هو عنوان الخريطة ولا مفتاح الخريطة ولا
ولا مقياس الرسم ولا وردة البوصلة؟ اكيد هنختار مفتاح الخريطة، لان مفتاح الخريطة هو اللي بيشرح لي الرموز والالوان الموجودة على الخريطة. دي بالنسبة لاول ورقة عندنا في التقييم. طب تعالوا معايا بعد كده للورقة التانية، ركزوا معايا وانا عامله لكم امتحان شامل على الوحدة الاولى، نظام الاسئلة بتجيلك ازاي. طب لسه هكمل بقية سؤال الاختياري. بيقول لك اللون الاخضر على الخريطة بيدل على ايه؟ اللون الاخضر ده بيدل على الجبال ولا المرتفعات ولا السهول ولا البحار؟ طبعا اللون الاخضر على الخريطة احنا قلنا قبل كده دي اراضي اقل ارتفاعا، يبقى بيدل على السهول. طب يبقى السهول دي اراضي ايه؟ من الاراضي الاقل ارتفاعا. طب رقم 5، تحديد موقع الأراضي الزراعية هو أحد استخدامات الخريطة بالنسبة لإيه؟ مين اللي بيستخدم عندنا الخريطة عشان يقدر يحدد موقع الأراضي الزراعية؟ الطيار ولا المعلم ولا المزارع ولا السائح؟ طبعا هنختار المزارع. طب السؤال اللي بعده السؤال الخامس، بيقول لك صنف مصادر المعلومات التالية إلى مصادر أولية أو مصادر ثانوية. جايب لك مجموعة من المصادر وأنت تقدر تحدد لي دي مصدر أولي ولا مصدر ثانوي. الموسوعات دي أقول عليها مصادر إيه؟ طبعا أنت لو مذاكر كويس أو الأمثلة على المصادر الأولية وأمثلة على المصادر الثانوية هتعرف تجاوب. طب الموسوعات دي أقول عليها مصادر إيه؟ مصادر ثانوية. طب النقوش على جدران المعابد، اي حاجه من ايام المصريين القدماء سواء كانت نقوش او اثار او برديات بقول عليها مصادر اوليه، يبقى النقوش على جدران المعابد مصادر اوليه. طب البرديات دي مصادر ايه؟ مصادر اوليه. طب المقالات بقى، المقالات اقول عليها مصادر ايه؟ مقالات، يبقى اكيد مصادر ثانويه. يبقى الموسوعات ثانويه، النقوش على جدران المعابد اوليه، البرديات اوليه، المقالات ثانويه. طب السؤال السادس بيقول لك اكتب ما تشير اليه العباره، وركز قوي في السؤال ده، هنا ما هواش عايز التعريف. التاني بيقول لك ما المقصود او عرف، لا هو بيقول لك اكتب ما تشير، بيجيب لك العباره وعايز المصطلح نفسه او التعريف نفسه، وعايزه زي فزوره كده، ايه هي المعلومات الصحيحه اللي يتم التاكد منها ويمكن اثباتها؟ دي تعريف ايه؟ طبعا احنا عارفينه، دي تعريف الحقائق. طب انا عايزاك تاخدها كانها فزوره كده وتسال نفسك، طب ايه هي الاحاديث الغير صحيحه التي يتناقلها الناس دون معرفه مصدرها؟ اقول عليها ايه؟ اقول عليها الشائعات. طب رقم 3، تعبر عن وجهات نظر شخصية، اللي بتعبر عن وجهات نظر شخصية ممكن تكون صحيحة أو غير صحيحة، دي تعريف إيه؟ وجهات نظر، يبقى دي تعريف الآراء. يبقى هو ساعات بيجيب لك كده أو كده، ساعات مثلا يجي يقول لك مصادر معاصره للحدث تمت في اثناء وقوع الحدث، يبقى دي مصادر اوليه. طب تم تسجيلها بعد فتره زمنيه طويله، مصادر ثانويه. يبقى مش لازم يقول لك ما المقصود بمصادر اوليه او ما المقصود بالاراء او ما المقصود بالحقائق كده، لا هو بيجيب لك التعريف بيشرحه لك وعايز المصطلح نفسه. طب اخر سؤال عندنا اللي هو السؤال السابع، اجب عما يلي بما تفسر اهميه كل من الصور الفضائيه. اهميتها ايه؟ انها بتساعدنا في رسم الخرائط، لانها من مصادر رسم الخرائط وبتغطي كمان مساحه اوسع لسطح الارض. طب استخدام البوصله، ايه اهميه استخدام البوصله؟ بتساعدنا في تحديد المواقع والاتجاهات. طب السؤال اللي بعده بيقول لك دلل على صحه العباره دي اللي قدامك دي صح، هات لي دليل انها صح. تساعدنا التكنولوجيا الحديثة في تحديد مواقعنا، أيوة فعلا التكنولوجيا الحديثة بتساعدنا في تحديد المواقع. الدليل من خلال استخدام الجي بي اس ده بيستخدم في تحديد المواقع والاتجاهات حديثا. طب رقم 3، لماذا يعد تطوير مريم الاسترلابي لجهاز الاسترلاب أمرا مهما؟ ليه مهم قوي تطوير الاسترلاب ده؟ لأنه استخدم في تحديد اتجاه القبلة وأوقات الصلاة وبداية الشهور القمرية، عشان كده بيعتبر من الحاجات المهمة. طب آخر حاجة عندنا في مسألة كده على مقياس الرسم زي احنا دربناكم عليه قبل كده، بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين على الخريطة 6 سنتيمتر ومقياس الخريطة رسم الخريطة 1 سنتي بيساوي 15 كيلومتر، احسب المسافة في المدينتين بين المدينتين في الواقع. عايز المسافة بين المدينتين في الواقع. بنجيب المسافة على الخريطة كانت كام؟ 6 سنتيمتر، وبنضربها في كام؟ قلنا الواحد سنتيمتر على الخريطة بيساوي كام في الواقع؟ بيساوي 15 كيلو متر في الواقع. فانت بتضرب 6 سنتيمتر في 15 كيلو متر هيطلع لك كام؟ 90 كيلو متر. كده حل المسألة دي. يبقى كده احنا خلصنا تقييم الوحدة الأولى. أتمنى لكم التوفيق وانتظروني إن شاء الله الحصة القادمة هيكون عندنا شرح
شرح اول درس في الوحده الثانيه. عايزاكم تحلوا التقييم ده، وعايزاكم عشان تاخدوا عليه درجه. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.